ما يمكنش البنات ما تجربوش هاد الشلاضه ديال البربه مع الكريمه ديال لافوكا. كتجي خطيره في المذاق ديالها وبمكونات اللي بسيطه واهم حاجه صحيه. اول حاجه غادي ناخدو البربه ونسلقوها بالقشور ديالها. صافي غادي نخليوها حتى كتبرد، عاد غادي نقيوها ونقطعوها بهذا الشكل. عندي هنا العنب المجفف حتى هو مغسول وغطيفوه، والقرقاع حتى هو نضيفو كميه اللي كبيره منه. وبالنسبه للكريمه ديال لافوكا غادي نحتاجو حبه ديال لافوكا تكون طيبه، وغادي نزيد عليها قطعه ديال الفرماج مثلث اولا كيري، ونص كاس صغير ديال الحليب. صافي غادي نطحن كل شيء مزيان حتى نحصل على الكريمه ديال لافوكا، وحطيتها في هذا الكيس وزينت شلاضه بهذه الطريقه هذه. هاد الكريمه هذه غير ضيفوا منها بزاف، يعني كتجي بنينه بزاف مع البربه. وهذا هو الشكل النهائي ديال الشلاضه ديالنا، سهله في التحضير وكتجي بنينه بزاف. المذاق ديال لافوكا مع البربه مع الكركاع كيجي رائع بزاف، غادي تجربوها وغادي تنال الاعجاب ديالكم. وصلنا النهايه ديال الفيديو، ونتلاقاو ان شاء الله في وصفات جديده.